السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف رحمة على شهيد الوطن الغالب معناتها إنجان 33 سنة تم الغدر به اليوم قدام سفارة البرازيل في اللاك. نقول له ربي يرحمه، ربي إن شاء الله يا ربي يصبر عائلته، يصبر ميمته كان عايشة، ويصبر بوه كان عايش. ونحب نقول زاد البرشا كلاب والبرشا حشاك سقاط أشباه السياسيين وأشباه السياسيين هما بطبيعتهم خونة، ما همش أشباه خونة، خاطرهم هما خونة لي اللي اليوم يحبوا يدخلوا معناتها الإرباك في الحكومة التونسية. أنا نقول لهم راكم ما تجموش، الناس توا قاعدة تخدم معناتها بثبات وراكزين، وناس عندهم ما يقولوا في رواحهم، وعندهم ما يحكيوا، وعندهم ما يقولوا في السياسة. كيف كيف أنا نحب اليوم زاد كيف كيف والشيء اللي شواهم والشيء اللي كويهم، وأنه اليوم قيس سعيد قاعد يخدم في خدمة صحيحة لبناء دولة معناتها قوية. وإذا كان أنت اليوم كسياسي ولا ما نعرفش أنا وعلى رأس هرم السلطة في بلاد، وتحب تبني منها بلاد قوية وتعمل منها بلاد قوية، أول حاجة لازمك تخمم فيها اللي هي التنمية والاقتصاد. على خاطر تحب ولا تكره، اليوم باش تبني بلاد قوية وباش تبني دولة قوية لازم يكون اقتصادك قوي، ويلزم تكون مشاريعك التنموية داخلية. يعني شنو داخلية؟ يعني مشاريعك تكون من أبناء الوطن، سواء كانوا اللي بالخارج ولا في وسط البلاد. واحنا معناتها اليوم الرئيس عطى معناتها فكره وبادره نتاع الشركات الاهليه، على خاطر تحب ولا تكره، اذا كان اليوم البلاد باش تحيا والبلاد باش تولي بلاد وباش تقف على ساقيها، راهو بك الشركات الاهليه اللي اليوم اشباه سياسيين المسخين ما يحبوش الحاجات هذوما، على خاطر ما يحبوش الخير لبلادنا، ما يحبوش الخير لبلادنا. وذاك علاش هما اشاك فوا يحبوا يحاولوا يحطوا العصا في العجله. ومره اخرى نترحم على الشهيد، ونقول زاد مرحبا بوزير الداخليه نتاع المانيا، ومرحبا بوزير الداخليه نتاع الدنمارك في تونس. واليوم تونس قاعده تبني في دولة معناتها كاملة من مجاميعه. اليوم حتى ميم او نيفو سيكوريتي الرئيس قاعد يلوج على الأمور الأمنية في تونس. على خاطر تحب ولا تكرهوا، اليوم قيس سعيد قسلهم ساقيهم وقسلهم روسهم، وهذه نهايتهم، وبش يقعدوا يتخبطوا لآخر واحد.